من أكتر الحاجات اللي بتضايقني هنا في أمريكا هي في الحضانة وكده، إنهم بيدّوا سناكات في المناسبات وكده، وزي الكريسماس والهالوين وعيد الفصح أو الصفح مش عارفة اسمه، أو عامةً المناسبات اللي هُم بيدّوهم وعيد الحب والكلام ده وكده. ده كان في عيد الحب بس أنا ما لحقتش أنزّله. المهم يعني إن هي بتبقى حلويات كتير أوي، فيها ألوان صناعية كتير جدًا وسُكّر كتير جدًا. بيدّوهم أحيانًا حاجات كويسة زي الألوان، زي الstickers، زي مثلًا حاجة زي الشاليمو ده، زي مثلًا الصلصال، الكلام ده كده. ده باوريكم هنا قلب ده عشان كان عيد الحب. تمام. فدي بصراحة من الحاجات اللي فعلًا بتبقى صعبة جدًا عليَّ كأم، إن أنا أقنع الأولاد إن هُم ما ياكلوش الحاجات دي، فبيبقى صعب جدًا. وهُم أمّا بيناموا باحطها في الزبالة، استغفر الله العظيم. بس حرام، أنا كده حرفيًا هابقى أمّا باخلّيهم ياكلوها كأني بأكّلهم يعني سِم حرفيًا، لإن في كمية سُكّر رهيبة وألوان رهيبة. لو عايزين بقى حلقة كاملة عن الحضانات هنا في أمريكا والتكلفة والحاجات دي وكده قولوا لي.